بارك لي يا اكسلانس. النهارده انا خدت اول خطوه في تحقيق احلامي، كسرت الوديعه واخيرا جاهز عشان افتح محل الشاي. اسمها قهوه على فكره. القهوه دي كانت زمان، انا هبقى مختلف، كرييتيف وانوفيتيف، وهسميه محل الشاي. بص يا اكسلانس، الشاي مش مجرد مشروب، الشاي حضن بيطبطب على البشريه، مشروب جوكر عامل زي احمد فتحي في الملعب كده، كل واحد بيشربه على مزاجه، كل واحد على حسب شخصيته. انت مثلا انت راجل طيب وغلبان ومسالم، انت شاي بلبن. عمرك شفت واحد شرير بيشرب شاي بلبن؟ مستحيل يا علاء، مستحيل. طب اقول لك على حاجه، انا اقدر اعرف لك شخصيه اي حد في القهوه دي بمجرد نظره لكوبايه شاي. الراجل الرايق اللي هناك ده مثلا بيشرب شاي نعناع، دماغه بتتسلطن على الحان الست، لو خسر فوره الضمنه كلها مزاجه برضه رايق. الكابتن اللي ورايا ده 3 ثواني وهيطلب شاي بليمون. واحد شاي بليمون يا عم حماده. يا ابن اللعيبه، عرفت ازاي؟ يا عم عمال بيشن ومناخيره سايبه مصوب حاجه تقرف. اوبس، ادي خناقه يا عم على كوبايه شاي. عم حماده نزل للناس المتريشين اللي هناك دول شاي كشري، الكلام ده ما ينفعش مع الناس المتريشين بتوع الخليج، الناس دي عايزه حاجه سبيشال، شاي كرك، شاي هيل، حاجه من دي. شايف الباشمهندس اللي هناك ده؟ تفتكر هيطلب شاي عادي زينا؟ هيطلب شاي اخضر. بص على لبسه، وسع وشكله نازله بتاع 5-7 كيلو، الدايت ابتدى يبان عليه. في الوقت اللي العالم كله بيرفضك، الشاي عمره ما هيقول لك لا يا اكسلانس. الشاي قادر يرضي اي حد، شويه لمسات، اضافات، حركات، بيبقى بتاعك، مخصوص ليك، متفصل عشانك. الشاي مشروب تقدر تعتمد عليه، تقدر تقوم بيه مشروع كامل، وعشان كده انا هسيبني خالص من موضوع القهوه ده، وهسمي محلي محل الشاي. اشربوا يا اسد. هات لي واحده قهوه فرنساوي يا حماده.